الاخبار؟ ازيك عامل ايه؟ طبعا مش هقدر اقول لك بقى انك انت وحشني، فاهم، واني بقالي كتير ما صورتش فيديوهات، لانك اكيد واخد بالك ان بقالي شهرين تقريبا او اكتر من شهر ما نزلتش اي حاجه على القناه. والناس اللي متابعاني هنا من فتره هتبقى عارفه ان ده بيبقى بسبب غالبا الكليه. بس المختلف المره دي ان دي المفروض ان شاء الله انها تبقى اخر زنقه او اخر قطعه لينا بسبب الكليه، لان المفروض ان بعد كده مفيش كليه تاني خلاص. الفتره بتاعت الامتحانات اللي فاتت دي كانت اخر فتره امتحانات، فتره امتحانات الترم الثاني في سنه خمسه، واللي كانت فعليا يعني حقيره فعلا من الوقت. يعني انت كنت بتبقى مضغوط ضغطه انت مش فاهم ايه ده. فعليا انا افتكر ان في ايام ان فعلا انت كنت تحس ان الوقت ما بيعديش، فاهم، اللي هو ازاي بعد كل البتاع ده ولسه فاضل برضه 3 امتحانات. احنا بقى لنا 3 شهور بنمتحن وكل ده لسه فاضل 3 امتحانات برضه، فاهم قصدي. انت بتحس ان الوقت بيمر ببطء قوي قوي، وانت فعلا خلاص ما فيكش طاقه واخرك جايبه من زمان اصلا كده كده. فانت حاسس ان الموضوع ما كانش بيعدي. يعني في ايام كتيره في الايام الامتحانات الفتره اللي فاتت، او في الامتحانات اللي كانت بتاعت الفتره بتاعت الامتحانات اللي فاتت دي، انا كنت بوصل لمرحله ان انا خلاص انا بقرا المعلومه ما بتثبتش في دماغي ومفيش حاجه بتثبت، وكده كده انا حاسس ان انا ما عنديش طاقه ان انا حتى ابذل مجهود زياده ان اعمل اي حاجه. وده حصل كذا مره، يعني ده مش حصل او ده حصل في كذا ماده، عشان كده ربنا يستر يعني. بس ده حصل فعلا في كذا ماده، انا كنت ببقى قاعد بقرا المعلومه وبذاكر المعلومه، وفي نفس الوقت برضو مفيش تيجي تسالني فيها اقول لك لا ما اعرفش كانت بتقول ايه اساسا. ممكن يكون كمان العقد الدنيا اكتر انك انت عارف ان دي اخر فتره. بس الحمد لله رسميا طبيب بيطري محمد عماد الدين، والحمد لله فتره الامتحانات دي خلصت، وانا كده المفروض ان انا ماليش اي علاقه بالكليه دي غير التدريب الصيفي اللعين المفروض نخلص منه في اقرب وقت ان شاء الله. المهم يعني لو سالتني دلوقتي انت حاسس بايه، هقول لك انا حاسس فعلا ان كنت في حلم فعليا، يعني فاهم، مش مصدق ان 5 سنين فعلا من حياتي عدوا من 2020 لغايه 2025، وان خلاص كده الكليه انتهت وعلاقتي بيها خلاص انتهت ومفيش اي تعامل ما بيني وما بينها تاني، فاهم قصدي، ان شاء الله. يعني في نفس الوقت برضو مش حاسس ان عدى 5 سنين خالص. يعني فعليا لما انا كنت في سنه اولى وكانت الناس بتقول لي يا ابني سنين الجامعه دي او ايام الجامعه دي بتعدي هوا وبتاع، ما ببقاش مصدق. بس فعلا لما افتكر ان انا اول يوم ليا يا جامعه كان من 5 سنين، بصراحه الموضوع صعب قوي انك فاهم تستقبله او تتقبله، يعني فاهم قصدي. وبرده حاجه صعبه شويه انك تتقبل ان علاقتك بالمكان ده من ناحيه المحاضرات والسكاشن والحضور والكلام ده انتهت. وده حاجه انت زي ما بيقولوا كده انت اصلا متعود على حاجه زي كده. يعني انت بقالك 5 سنين كل اللي بتعمله انك بتصحى من النوم تروح تحضر محاضره او سكشن وترجع تاني. ففكره انك انت تبقى فاهم تبقى متعود او فجاه كده تبقى مطلوب منك ان كل علاقتك بالمكان ده تبقى خلاص مش موجوده، الموضوع ده صعب شويه انك تتقبله يعني. وصحيح في حاجه كمان، اللي عرفت منكم كويس سواء كان من الناس اللي قابلتها منكم في الكليه او من صحابي اللي قريبين مني في الكليه برضو، عارفين ان انا قد ايه كنت طول عمري مرعوب من فتره ما بعد التخرج دي، لان هي بمنتهى البساطه حاجه عامله شبه الرولر كوستر كده. انت بتبقى عارف ايه اللي وراك في الكليه، مذاكره بتذاكرها، امتحانات بتذاكر لها، عملي سكاشن محاضرات بتحضرها بتاع، انت عارف ايه اللي مطلوب منك. ولكن وانس ما بتتخرج او وانس ما بتترمي في مفرمه ما بعد التخرج، انت ما بتبقاش فاهم اي حاجه، ما بتبقاش فاهم ايه الصح من ايه الغلط، من ايه اللي انت المفروض تعمله من ايه اللي انت المفروض ما تعملوش، ايه الحاجات اللي عايز تشتغل فيها اصلا، وكل الكلام ده. حاجه تانية برضو، انا كمحمد مش شايف ان انا عندي حاله خاصه يا جماعه او اي حاجه، بس انا كمحمد عندي مشكله صغنطوطه ان انا عندي اصلا صراع اوريدي ما بين انا هشتغل في الفيلد ولا هشتغل في الفيديو اديتنج بالكارير شيفت اللي انا عايز اعمله. فانا كده بقى عندي حيرتين الحقيقه. اول حيره هل انا اصلا هشتغل فيديو اديتور ولا دكتور بيطري. قررت ان انا هشتغل في الطب البيطري بقى، ارجع بقى للحيره اللي زي بقيه زمايلي عادي، اللي هو انا مش عارف اشتغل في انهي فيلد، انا مش عارف هعمل ايه and so on، يعني انت فاهم. فموضوع ما بعد التخرج ده فعليا انا كنت عارف انه صعب وكنت عارف انه سخيف، فعشان كده انا ما اتفاجئتش قوي او ما اتصدمتش قوي لما طبعا ما بقناش كتير يعني وخلصين امتحانات. بس انا فاهم ان انت لو دلوقتي بقى المفروض لو عايز تبتدي تدور على حاجه، انا فاهم ان هيبقى في حيره كبيره قوي، فعشان كده ما كنتش مصدوم قوي من موضوع الحيره اللي انا كنت حاسس بيها دي. ويمكن اكون الحاجه اللي اتخدعت فيها شويه اني كنت حاسس اني مطمن، لان انا كنت فاكر ان عندي خطه او مخطط ما همشي عليه بعد ما اخلص او بعد ما اتخرج من الكليه. فالمفروض ان انا ابقى مطمن، صح؟ لا غلط خالص عامه ولا اي حاجه. نفس الحيره برضو بالظبط، ومفيش حاجه كنت حاططها في المخطط او مفيش حاجه كنت حاططها في الخطه دي مشيت زي ما انا كنت راسمها، لان دي دنيا وبتتغير وفي حاجات كتيره كنت متاكد انها تحصل ما حصلتش عادي خالص مفيش اي حاجه. والحاجه برضو اللي عجباني اكتر من فتره التخرج دي ان دي ويلكم تو ذا ريل لايف حرفيا. انت مفيش حد هيبقى رؤوف بيك او رحيم بيك. انت في الكليه اوحش دكتور بيدرس لك او بيتعامل معاه اقصر حاجه او اقصى حاجه يقدر يعملها لك هو هيخصم منك شويه درجات، فاهم يعني، هيرخم عليك شويه. مفيش حاجه شديده او مفيش حاجه سيفير هيقدر ياثر بيها عليك. اما لو انت بتتعامل مع الشغل بره فانت ممكن تلاقي ممكن يفصلك اصلا من الشغل، ممكن يخصم يعني ممكن يعمل لك بلاوي بره، يعني غير الحاجات اللي احنا متعودين عليها بتاعت الكليه دي يعني. فالموضوع ده برده كان عامل لي ازمه وكان برده ستيل ولسه عامه مخوفني يعني.
ليله امتحان الولاده اللي هي كانت قبل الامتحان بتاعنا وقبل التخرج ده ب 24 ساعه، كانت واحده من اصعب ليالي الامتحانات اللي عدت عليا تما حرفيا يعني. المنهج صغير مش كبير، والمفروض ان هو مش صعب، ولكن انت فاهم صباح البرن اوت بقى. خلاص انت حرفيا مش قادر تفتح كتاب، قسما بالله انا مش قادر اصلا اقرا اي معلومه. المفروض ان المنهج مش كبير قوي، والمفروض ان الحاجات مش صعبه، ولكن على الرغم من كده انا ما جيتش. انا بقرا الصفحه بقلب، انا نسيت حرفيا الصفحه، وده والله بترول، ده فعليا كان بيحصل ليله الامتحان. ما كنتش فعلا عارف اركز ولا اذاكر ولا عارف اجمع اي حاجه، من كتر ما انا مش عارف ابطل تفكير ان فعليا دي اخر ليله امتحان، وان بكره اخر امتحان خلاص يعني، فاهم؟ فعليا خلاص بكره هيبقى اخر امتحان ليا في المكان ابن الجميله ده، وان خلاص بعد كده بقى اتخرج واخلص من الهباب ده يعني. فضلت فتره طويله كده بصراحه قاعد عمال فاهم افرك واحاول اجمع معلومات باي شكل، مفيش اي فايده. المهم لغايه بقى ما قلت ايه، لا انا لازم اركز كده، عشان كده ايه شكلها كده بالمنظر ده مش تبقى اخر الامتحان يعني. حاولت اعمل اقصى ما فيا والله، والحمد لله قدرت اني اخلص معظم الحاجات اللي كانت موجوده. المفروض شويه حاجات كده قريتها الصبح في المترو. الناس اللي ما تعرفش عامه، احنا المترو ده بالنسبه لنا او المواصلات عامه ممكن تفتح شابتر اصلا انت ما فتحتوش في المترو عادي يعني. فكان فاضل لي بس حاجات بسيطه كده قريتها سريعا كده في المترو، ولكن لما رحت الامتحان اتفاجئت الحمد لله يعني ان معظم الحاجات اللي في الامتحان جت من الحاجات اللي انا قريتها سريعا في المترو. ففي حاجات ما افتكرتهاش قوي، بس قشطه يعني الحمد لله. والله الحمد لله عدت يعني، عدت الليله السخيفه دي عدت الحمد لله. ورحت بعدها الشفوي اللي كان كويس جدا جدا فعليا، وكان مع دكتوره لذيذه كانت مقدره ان ده اخر امتحان لينا وبتاع تحفه. كان برده ده واحد من اجمل الشفويات اللي انا امتحنتها في حياتي يعني. خرجت وقعدت امشي كده، انا عمال ابص في الكليه عمال الف يعني، فاهم؟ انا فعليا ده خلاص ده اخر علاقتي بالمكان ده، والمباني دي غالبا مش هشوفها تاني او مش هاجي انا تاني طبعا عشان التدريب الجميل اللي هنتكلم عليه ده. بس فعليا مفيش يعني، خلاص دي اخر مره هبقى موجود هنا كطالب المفروض، او دي اخر مره هبقى خارج من امتحان او هبقى قلقان من الامتحان وكده. الموضوع كنت فعليا اقرب وصف ليه انك فعليا حاسس انك انت في حلم، انت مش مصدق فعليا ايه اللي بيحصل ده، فاهم قصدي؟ كان جوايا حتتين، حته مبسوطه جدا انها سايبه الكليه وسايبه المكان الجميل ده خلاص يعني، وحته تانية زعلانه على الذكريات والميموريز والصحاب اللي احنا عملناهم هناك. لان زي ما قلت لك عامه انت لما بتمشي او لما بتسيب الكليه بيبقى في جواك جزء كده اللي هو انت عارف انك انت مش بس بتخسر علاقتك او بتقطع علاقتك بالكليه، انت بتقطع علاقتك بالكليه وبزمايلك اللي موجودين معاك جوه الكليه اللي هم علاقتك بيهم مش اقوى حاجه قوي. فانت مفيش سبب مثلا هيبقى موجود عشان تنزل مخصوص، لا انت هتقابله في الكليه. بتقطع علاقتك برضو بالاماكن اللي بتبقى موجوده هناك، علاقتك بكذا حاجه بصراحه انا شايفها كده يعني، شايفها صفقه كامله او باكج كامله انت بتخسرها لما بتتخرج يعني، فاهم قصدي؟ كمان وانا بروح حتى وانا راكب المترو عمال ابص على المحطات وانا ابص على الشوارع اللي هو مع السلامه خلاص اخر مره هبقى راجع فيها من المشوار ده وانا راجع من امتحان بجد والله. ففعلا لا كان احساس انا مش عارف اوصفه. زي ما بقول لك عارف انت الدريم كور، او عارف انت اللي هو انك انت بتحلم كل ده حلم، فاهم؟ انت عمال تحلم خلاص. انت من كام يوم بس كنت لسه في اول يوم ليك في الكليه يعني، انت فاكر 5 سنين ده كانه امبارح، انت فاكر اول يوم ليك في الكليه بكل تفاصيله، او فاكر فتره اولى في الكليه دي عامه بكل تفاصيلها. دلوقتي انت خلاص فاهم ده اخر امتحان ليك وبتاع. بصراحه احساس غريب قوي، او احساس مش عارف اوصفه بصراحه، بس هو كان احساس غريب يعني. واول ما دخلت الاوضه جيت بصيت على منظر المكتب اللي كان عليه كوبايه قهوه من امبارح، اخر كوبايه قهوه اشربها وانا طالب يعني. وبعد كده قمت عملت كوبايه قهوه، ودي كانت اول كوبايه قهوه اشربها وانا مش طالب، فاهم؟ وبعد كده للاسف بعد ما شربت كوبايه القهوه على طول المفروض انا اصحى بقى، بس ما اعرفش غالبني النوم يعني، نمت زي السطيحه ولا اجدعها تريلا مقلوبه على الدائري. فضلت نايم تقريبا بتاع 12 ساعه يعني. وصحيت بقى بعدها اللي هو فاهم قعدت بقى انضف المكتب، وده كان اجمل احساس عامه انك تشيل الورق او تشيل الكتب بتاعتك بتاعت الكليه وتحطها في المكتبه هناك كده، عشان خلاص مش هتحتاجها تاني او ما بقاش ليهم ريحه اللازمه يعني. بس ان هم كان ليهم ريحه اللازمه في الاول يعني. انا بصراحه ممتن جدا جدا للمكان الجميل اللي بهدلني وطلع ده، لانه زي ما بهدلني وطلع اهلي عرفني على ناس جميله جدا جدا. الناس النهارده هم اعز اصحاب عندي، وناس النهارده احنا علاقتنا كويسه جدا مع بعض، وفعليا من غيرهم ما كانش في حاجات كتير هتعدي. ففعليا زي ما بقول لك برضو انت مش عارف تكره المكان ده 100%، وبرضو اكيد مستحيل طبعا انت تحبه اصلا يعني. بس على الرغم من كل البلاوي اللي حصلت دي، ان المكان ده كان هو السبب في ان اتعرف على اصحابي واتعرف على الناس اللي انا خرجت بيهم من الكليه حرفيا. لازم بقول لك حرفيا معمولين عشان بس يسهلوا عليك حياتك، او عشان بس يخلوك تعدي بحاجات انت مش عارف ده فيديو خفيف كده، احنا لسه بنسخن واخد بالك. انا زي ما بقول لك انا نسيت تقريبا كنت عامل فيديوهات ازاي، فاحنا لسه بنسخن كده واخد بالك يعني، تاتا تاتا كده ان شاء الله مع بعضينا كده لغايه ما نرجع وناخد الصوره بتاعتنا ان شاء الله، ونعمل فيديوهات بقى طبيعيه عادي. بس انا لسه محتاج مساعدتك، محتاجك برضو تكتب لي في الكومنتس عايز فيديو عن ايه، عشان فعليا انا مخلص كليه خلصان ما عنديش اي فكره على او ما عنديش اي قدره على الابداع خالص يعني. يعني يتم فخر ابداعي. فانا عايزك بس تكتب لي في الكومنت عايز الفيديو، في الكومنتس اللي عايز الفيديو جاي عن ايه. كان في ناس كتيره في الفتره بتاعت الامتحانات دي، كان في ناس كتيره طالبه مني اتكلم عن السماعه بتاعت سودو اللي هي اس دي 1005. شوف لو عايز ده ممكن نجيبها ونتكلم عنها يعني.
عادي مفيش اي مشكله. ما تنساش تعمل لي فولو على كل اكونتس على السوشيال ميديا بتاعتي كلها، هتلاقيها موجوده تحت الفيديو ديسكربشن. وما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. الحاجات الجميله دي ايه روق عليا يعني. وشكرا لك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Jack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Jack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least?